محدش هيجي ينقذك. انا عارف ان الجمله تقيله شويه بس لازم اقولها لك، ومن غير ميوزك حزين في الخلفيه. مفيش حد هيجي يخبط على بابك ويقول لك يلا يا بطل الدنيا مستنياك. محدش هيجي يقول لك جمتك جاهزه ونجاح اتحجز باسمك. الدنيا يا باشا مش كده. الحياه دي بتشتغل وماشيه بنظام معين، اللي بيتحرك بيتشاف واللي قاعد بيتنسي. احنا اتعودنا نستنى الفرصه ونستنى المزاج ونستنى حد يدعمنا، نستنى الظروف تتحسن. طب الظروف دي شكلها ايه؟ حد شافها قبل كده وهي جايه تقول معلش اتاخرت عليك اتفضل مستقبلك اهو؟ لا طبعا، لان الحقيقه البسيطه ان الظروف عمرها ما هتبقى مثاليه، والمزاج عمره ما هيبقى جاهز 100%. الفرق الوحيد بين شخص اتحرك وبين شخص قاعد مكانه ان الاول قرر يبدا ويتحرك وهو مش جاهز. بص حواليك كده، كل الناس دي اللي انت شايفهم متقدمين ما اتولدوش يا عم وهم معاهم خريطه كنز. محدش منهم كان قاعد كده ونجاح جالهم طبطب له. يمكن كانوا تايهين، يمكن كانوا بيغلطوا، يمكن كانوا بيتكسفوا، بس كانوا بيتحركوا. وانت كل مره تقول لسه بدري، لسه معايا وقت، اظبطها قريب. قريب دي اخطر كلمه في حياتك. قريب دي بتسرق منك سنين وانت فاكر نفسك لسه في البدايه. خليني اقول لك على حاجه يمكن محدش قالها لك قبل كده. انت مش محتاج انقاذ، انت محتاج بس قرار واحد. قرار انك تبطل تمثل دور المتفرج في حياتك. دلوقتي طول ما انت مستني تصفيق من حد هتفضل واقف على المسرح ده لوحدك والنور حواليك مطفي. اول ما تنور لنفسك الناس هتشوفك. الموضوع مش سهل، تتعب، تغلط، تحس انك مش كفايه. هتيجي عليك ايام تقول هو انا بعمل ايه؟ بس اسال نفسك سؤال اهم، لو ما عملتش حاجه هتحس بايه بعد سنه، بعد 5 سنين؟ الندم يا باشا طعمه امر بكتير من التعب بيعدي، لكن احساس انك كان ممكن تعمل اكتر ده بيقعد. محدش هيجي كده وينقذك من خوفك، من تأجيلك، من شكك في نفسك. محدش هيجي يقول لك انك جاهز. الجاهزية بتيجي وانت ماشي، الثقة دي بتيجي وانت بتجرب، القوة بتيجي وانت بتقوم بعد ما تقع. مش مستني تبقى نسخة مثالية عشان ابدأ عشان تبقى نسخة احسن. انت مش اقل من حد، بس طول ما انت مستنى حد يديلك اشارة البداية السباق هيبدأ من غيرك. ما تنساش حد يصدقك عشان تصدق نفسك. صدق انت الاول والباقي هيتظبط. اتحرك حتى لو خطوه صغيره، ابدا بحاجه بسيطه، دقيقه شغل، تمرين، فكره، محاوله، حركه صغيره. الحاجات دي ممكن تبقى الفرق بين حياه بتتمناها وحياه بتشتكي منها. ومن النهارده بدل ما تقول يا رب حد يساعدني، قول يا رب انا هساعد نفسي. بدل ما تقول يمكن في يوم، لا، قول اليوم ده هو النهارده. لان الحقيقه اللي ممكن تزعل شويه ان محدش مسؤول عن مستقبلك غيرك. محدش هيجي كده وينقذك، فخليك انت سبب في انك تقوم. خليك انت الشراره، وخليك فاكر دايما النسخه اللي نفسك تبقى عليها مش بعيد، هي بس مستنيه منك تتحرك. وبس كده يا صاحبي، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، وما تنساش تصلي على الحبيب. سلام.